أسرار وفاة الفنانة ليلى مراد. عندما مرضت الفنانة ليلى مراد الأخير وأحست أن الموت قادم، أوصت بأن تشيع جنازتها دون إعلان مسبق، وأن ينشر النعت التقليدي بعد أن يكون الدفن قد تم، وأن تكون الصلاة عليها في مسجد السيدة نفيسة في القلعة، ولا أحد من الغرباء يحضر تشييع جنازتها إلى مثواها الأخير. حسب من يذكر الكاتب يوسف القعيد في مقاله حكايتان عن ليلى مراد 1 أكتوبر 1996، ويذكر فيه جانبا من وقائع نهايات هذه الفنانة العظيمة التي توفيت في 2 نوفمبر مثل هذا اليوم 1995، بعد حياة بدأت من يوم مولدها 17 فبراير 1918 لأبي فنان يهودي الديان هو زكا مراد. شهدت حياتها عواصف كثيرة، حضرت فيها السياسة بعواصفها، وقسوة الفقر والحب والهجر والملك فاروق وثورة 23 يوليو 1952 ومحمد عبد الوهب ونجيب الريحان وأزواجها الثلاثة أنور وجدي وفطين عبد الوهاب ووجيه أباظة أحد ضباط ثورة 23 يوليو 1952 البارزين، والمخرج فطين عبد الوهاب، وتحولها من اليهودية إلى الإسلام. وحضرت موهبتها الفنية الفذة التي جمعت بجمال صوتها وموهبتها التمثيلية، غير أن كل ذلك لم يضمن لها حياة تمنتها كما أرادت وحلمت بها، وعبرت عن ذلك في مقالها أنا بمجلة الكواكب 1954. وأورده الكاتب الصحفي أشرف غريب في كتابه ليلى مراد. الوثائق الخاصة قالت: أنا ابنة الحظين، الحظ الباسم والحظ العاثر، الحظ الضاحك والحظ العابس. دارت بي عجلة الحياة في غير الدورة التي كانت أمن النفس بها، دارت بي متخذة وجهة غير التي كانت أريدها. قال الناس عن مطربة ذات صوت شجين أخاذ، وقال الناس عن محظوظة ذات طالع سعد نادر. وأقول عن نفسي: أنا ليلى مراد التي تعذبت في حياتها الماضية، وتتعذب في حياتها الحالية، وسوف يطاردها العذاب في حياتها الآتية. وقالت لصالح مرس في كتابه ليلى مراد إنها رأت نفسها ليلى التي تنتظر قيس، وظنت أن أنور وجدي الذي فتحت له قلبها فأحبته وتزوجته هو قيسها، لكنها اكتشفت أنها بالنسبة لها ليس أكثر من مشروع تجاري يدر ربحا وفيرا له. ولأنها تعلمت ألا تترك حريتها لأحد، اصطدمت به، فكان الطلاق مرة والعودة، ثم الطلاق والعودة، حتى كان الطلاق الثالث والنهائي عام 1952، ووقع بعد أن ضبطته مع عشيقته الفرنسية لوسي الذي جاء بها من فرنسا إلى شقة استأجرها سررا في حي الزمالك. توفيت ليلى مراد مسلمة متمسكة بدينها الإسلامي منذ أن أشهرت إسلامها عام 1946 بإرادتها على يد شيخ الأزهر حسين مخلوف، واعتزلت الفن عام 1955 وعمرها 37 عاما فقط. واختلفت التفسيرات حول أسباب اعتزالها، وهي في عز نضجها الفن وجمالها اللاذع. وحمل خبر رحيلها في الأهرام 22 نوفمبر 1995 دلالات خاصة عكست حالة عاشتها في سنواتها الأخيرة. قالت الأهرام إنها قبل أن تترك بيتها إلى المستشفى في مرضها الأخير كان بجوار سريرها مصحف القرآن الكريم، وكانت في وسطه علامة تشير إلى المكان الذي وصلت إليه في قراءتها للقرآن الكريم، وكان تنوي ختمه لكن الأجل وافاها قبل أن تحقق أمنيتها. وأكد ابناها زكا فطين عبد الوهب وأشرف وجيه أباظة إنها ختمته قبل ذلك أكثر من مرة في حياتها. الخبر على هذا النحو وكأنه يرد على المزاعم التي كان يثيرها البعض حول ما إذا كانت عادت إلى يهوديتها، غير أن الحقيقة كانت في أن هذا الكلام يحمل أغراضا سياسية خبيثة تقف إسرائيل وراءه بقوة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وكان تصرفها يوم وفاتها نموذجا في ذلك. يذكر أشرف غريب صاحب رحيلها لغط شديد بعد أن حاول البعض اللعب من جديد على وتر أصولها اليهودية، وساهمت في ذلك إذاعة صوت إسرائيل من أورشليم القدس الناطقة بالعربية، التي واكبت نبأ رحيلها باحتفالية خاصة لم تقدمها لفنان من قبل، بمن في ذلك أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهب، ما كان يوحى برغبتهم في تزكية هذا اللغط الدائر في الشارع العربي حول ديانتها ومكان دفنها والبلبلة التي تزامنت مع توقيت جنازتها، خاصة أنهم أعلنوا نبأ وفاتها في صدر نشراتهم الإخبارية تحت عنوان رحيل المطربة اليهودية الكبيرة ليلى مراد. حاولت إسرائيل بشتى الوسائل الاتصال بها،
وسعت عبر سفارتها بالقاهرة أن تجذبها لأنشطتها، وعرض إغراءات مادية وفنية لا حدود لها، ومنها تنظيم مهرجان كامل للأغنية العربية تكون هي سيدته الأول، لكنها كانت ترفض بحسم، مؤكدة على مصريتها وعروبتها وإسلامها.